بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البصل المخلل. النهاردة نزلت السوق كده، فانتوا طبعا عارفين ان البصل غالي، الكيلو ب10 جنيه. فلقيت البصل ده 3 كيلو ب10 ورفيع كده، فاستغليت وقلت اجيبه عشان اخلله رمضان. فنقيت البصلاية الصغيرة دي نخللها وتقعد معانا لغاية رمضان، نفتح وناكل منه على رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. يلا نصلي على الرسول ونبتدي مع بعض كده ان شاء الله. هجيب حاجة كده، علبة او اي حاجة عشان اخلل فيها وهحطها. هجيب بقى كمية البصل بتاعتي. افتح بقى عليها المية زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي كده حطيت البصل وغطيته بالمية. طبعا انتوا هتستغربوا انا حطيته في ميه ليه. انا طبعا القشره بتاعت البصل معروف ان هي بتبقى ايه، ناشفه. فانا هنقعه في الميه ديت لغايه مثلا، انا النهارده عاملاه النهارده مثلا العصر، بكره العصر ان شاء الله غير ميته. واليوم اللي بعده برضو في نفس الميعاد هغير برضو الميه بتاعته. ليه؟ علشان لما اجي بقى اليوم اللي انا هخلله فيه تكون القشره دي طريت معايا وتطلع معايا بكل سهوله لما اقشرها. وهنا كده بعد ما نقعنا البصل بتاعنا يومين، هصفي المية دي منه وهنضفه وارجع لكم تاني. وهنا كده بعد ما نضفت البصل وقشرته وظبطته كده زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى ايه، اخلل. وهنزل بقى اجيب العلبة بتاعتي بتاعت التخليل دي، وهنزل بقى فيها ايه بكمية البصل. كده هنبتدي بقى ايه، ننزل بكيس ملح كده كامل. هننزل بقى بمعلقة سكر كده. وهننزل بسنة ايه، بسنة توم مفروم عشان تدي طعم. بس كده مش اكتر. ونبتدي بقى نجيب الايه، المية بتاعتنا. ننزل بقى بالمية بتاعتنا. انا دلوقتي حطيت الميه وغطيت وش البصل بالميه كده، وكده تمام. كده البصل خلص معانا. انا ما حطيتش اكتر الا من معلقه السكر والملح وحاجه بسيطه من الثوم المفروم. لو حد ما بيحبش طعم الثوم المفروم في المخلات فعادي، فممكن تستغني ايه عنه. انا جربته بنفس الطريقه ديت اكتر من مره، فكان بسم الله ما شاء الله جميل يعني. ويا ريت تجربوه، هيعجبكم جدا. يا ريت لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي، قناة أسرار وتكات لولو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.